الله بقى على العظمة والجمال، شايفين الجمال والحلاوة؟ ده بقى سويس رول من ولا حاجة، من غير بيض ومن غير يعني من غير اي حاجة. هي كده جت معايا كده، قلت لازم اعمل سويس رول، وطلع معايا بالشكل الجميل التحفة ده. حطي عليه الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، وهيطلع معاكي تحفة. وعملناه من حاجة كنا هنرميها، حولناها وخليناها سويس رول بالشكل الجميل ده. وحاجات بسيطة خالص بس بتفرح الأولاد، من أقل حاجة ومن أقل التكاليف. تعالوا نشوف بقى من إيه عملنا السويس رول ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عندي كيكة بقى عملتها وهبطت مني. هبطت ليه؟ الله أعلم، مع إني يعني المقادير صح ومظبوطة، بس تقريبا العيب في الفرن. هبطت مني بالطريقة دي، فأنا قلت لا، طيب أنا أعمل إيه؟ ارميها؟ لا، حرام لما ارمي بيض وسمن وزيت ودقيق وبودر ولبن وحاجات كتير طبعا بنحطها في الكيكه، وانتوا عارفين مقادير الكيكه وازاي بتتعمل. خدتها كده كسرتها وحطيتها في الكبه وهفرمها. آه كسرها كده وافرمها واخليها كده ناعمه زي ما هتشوفوها معايا بالطريقه دي. هنضربها بقى كده في الكبة، او ممكن تفركيها بايدك، ما فيش اي مشكلة، بس انا حطيتها في الكبة عشان تبقى ناعمة وما يبقاش فيها تكتلات او قطع سليمة يعني بالشكل ده. هجيب بقى معايا هنا نص كوباية سمنة على زيت، وهفركهم كده. يعني ايه، مش هعجن بالسمن والزيت، انا هفركهم بس علشان تبقى ناعمة معايا وتبقى فيها طعم حلو كده من الزبدة او السمن اللي هتحطيه. هكمل بقى العجن باللبن وهعجنها كده بالطريقة دي لحد لما تبقى معايا طرية خالص عشان اقدر افردها وتتشكل معايا كويس. هاتي بقى كيس التلاجة او استرتش او ورق زبدة، وافرديها كده بالطريقة دي زي ما هتشوفي معايا. افرديها كويس وسويها من الجوانب، ايوه كده، وهتطلع معاكي احلى سويس رول من غير تعب ومن غير اي حاجه. ايوه، انا عملت الكيكه وباظت مني او هبطت مني او اتكسرت او كيك بايت عندك ونشف او اي حاجه، اعمليه بالطريقه دي. الطريقه دي جميله جدا وهتوفر معاكي ومش هتكلفك حاجه. طبعا انا كنت عامله بقى الكريم شانتيه ومجهزاه. حابه تحطي عليه بقى شوكولاته، انا خليته ابيض عشان طبعا دي كانت كيكه شوكولاته، فانا خليت الكريم شانتيه ابيض. تمام تمام. هسويها بقى من الجناب كده ومن الاحرف اهو، من الطرف بتاعتها كده اسويها، وهحط بقى الكريم شانتيه عليها. هفرد الكريم شانتيه عليها وهلفها رول بقى، هتبقى معايا رول زي اللي شفتوه في اول الفيديو كده. لفيها بقى كده زي ما انت شايفه اهو، لفيها ودوسي عليها من جوه كده، دخليها ببعضيها اهو، اكنك بتعملي سويس رول بالعجينه بتاعته وبالوصفات بتاعته بالظبط. مش هيختلف معانا في حاجه خالص عن السويس رول اللي بنعمله اهو. تمام كده، تمام يا ام محمد. يلا سويها بقى كده من الجناب، وهجيب بقى صينيه كده احطها فيها واحطها في التلاجة. تمام تمام. طبعا انا كان عندي بقى صوص الشوكولاته وعاملاه معاكم في القناه، لو حابين تشوفوا الطريقه موجوده في القناه. ده صوص الشوكولاته انا عاملاه في البيت اه. انزل بقى كده، هجيبه من التلاجة احطه على شبكه، وهنزل على السويس رول بالشوكولاته، وهتبقى جميله معاكي واحلى سويس رول هتاكليه. هاخده بقى كده احطه في التلاجة، وبعد كده هطلعه واقطعه. بس انا بقى يعني حطيته في التلاجة فترة قليلة، والولاد كانوا مستعجلين ياكلوه، مش عارفة ايه الحكاية في اليوم ده، فطلعته وقطعته معاه زي ما انتوا شايفين كده. انا مسكته وقطعته كده، واجمل سويس رول وطعمه تحفة يا جماعة، وحاجة من لا حاجة من لا شيء. اعمليها كده بالطريقة دي. لو كيكة بايتة عندك، كيكة متكسرة، كيكة هبطت منك، اعمليها بالطريقة دي. آه
ما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجة عشان حرام، الحاجة بقت غالية والدنيا غلا، فما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجة. جددي كده واعملي الحاجة البايظة، اعملي لها اعادة تدوير وهتبقى معاكي زي الفل. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.